حبايبي الحلوين، النهارده هنعمل مع بعض كفتة جمبري بورسعيدي. حاجة كده حكاية. خليكم ان شاء الله متابعين لنهاية الفيديو علشان نشوف الكفتة الجميلة دي هنعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة على اصلها. السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة الجمبري. معايا مقدار 2 كيلو جمبري متقشر ومغسول زي ما انتم شايفين كده. معايا بهاراتي ملح فلفل كمون كزبرة شطة وبهارات تركي. تمام. معانا كمان توم وبصلتين كبار وحباش. حباش يعني شبت وبقدونس وكزبرة وكله ماشي. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وهنبدأ اللي احنا هنفرم كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي مع بعض في الكبة. هتحطي بقى بصل، هتحطي توم، هتحطي طبعا من الجمبري والحباش. الحباش ده انا دايما ببقى مخزنه عندي في الديب فريزر في الاكياس كده حباش. بحتاجه بقى زي ما انتوا شايفين، مثلا هعمل كفتة النهاردة اهو معاكم. بحتاجه في اي حاجة تانية، مثلا محشي كلام من ده بيبقى متوفر عندي يعني. خلاص. حطي بقى اللايك وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هناخد كمان من الجمبري اهو. لازم تفرميه كويس جدا علشان البصل والحباش والثوم والجمبري كل ده يتفرم خالص بالكبة. مش هينفع تعمليه غير في الكبة، لازم تبقى عندك كبة علشان تطحني كل المقادير دي مع بعض. اعملي بقى سبسكرايب للقناة وتابعي الفيديو للآخر، هتعملي شوية كفتة جمبري بورسعيدي حاجة كده عظمة. خلاص هنجيب بقى طبق طبعا عشان كل الكمية اللي احنا هنفرمها هننزل بيها في الطبق اللي انتوا شايفينه ده. هو طبق طبعا كبير لان طبعا هنكمل فيه العجن بتاع الكفتة بتاعتنا. بصي بتبقي منعماه كويس جدا. طريقتها سهلة جدا بسيطة. هخليكي تعمليها كده وانتي مغمضة عينيكي، هتطلعي شوية كفتة جمبري عظمة. مش ولا تقولي بقى مش هعرف اعملها ولا صعبة ولا الكلام من ده خالص. لا لا لا، سهلة جدا جدا بأمر الله. وعلى فكرة العجينة اللي انا هعملها دي انت ممكن كمان تعملي بيها الكبيبة. الكبيبة طبعا بنعملها بالصيادية. انا كنت عامله فيديو على القناه. اعملي سيرش كده هتلاقيني عامله برضو الكبيبه، برضو كنت عاملاها على القناه هنا عندي. طريقتها برضو هياها نفس طريقه الطحن الجمبري والبصل والثوم والحاجات دي، بس فرق انك بدل ما بتصبعيها صوابع كفته بتعمليها قراص. وكمان بدل ما بتعملي صلصه الطماطم بتعملي الصياديه. تمام. انا طبعا كنت بعمل العجينه دي معاكم من بالليل. بحب انا اجهزها كده من بالليل عندي وبحطها عادي في التلاجة، ما بتحصلهاش اي حاجه. وتاني يوم الصبح باذن الله بقوم اكمل بقيه الكفته بتاعتي والخطوات بتاعتي السهله والبسيطه بامر الله. طول ما انتي بتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الامور كلها بتتسهل معاكي. ماشي. هكمل طبعا كل المقدار اللي انتوا شايفينه بنفس الطريقة. بصوا ما شاء الله. دي كلها الكمية اللي معايا. البهارات بقى اللي انا قلت لكم عليها ملح فلفل كمون كزبرة شطة وكمان بهارات تركي هتحطيها وهتقلبي كده زي ما انتوا شايفين. الاول لازم تبهري العجينة بتاعتك، وبعد كده بقى هقول لكم هنكمل ازاي مع بعض.
بصوا بقى يا حبايبي، على ال2 كيلو الجمبري مقدار 3 كوبايات من الرز، يعني كيلو رز بتنقعيه شوية، يعني حوالي ساعتين 3 كده في المية، وبعد كده بتصفيه وبتطحنيه في مطحنة الرز، بيبقى زي البودرة زي ما انتوا شايفين كده. تنعميه كويس جدا جدا، ما تخليش فيه اي تكتلات، وتطحنيه كويس قوي زي ما انت شايفة كده. بصوا المقادير دي بالظبط يعني هتظبط معاكي ما شاء الله، بنفس الخطوات بالظبط. هننزل بقى شوية بشوية، وتبدأي بقى ايه تسمي بالله كده، وتعجني العجينة بتاعتك. طبعا بصوا يعني، انا كنت زيكم كده، ما كنتش بعرف اعملها، بس امي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، هي بتعلمني حاجات كتير جدا جدا، وهي اللي معلماني اللي انا اعملها. انا بفضل الله الحمد لله بعرف يعني اعملها الحمد لله، بكل الخطوات اللي انا ماشيه معاكم بيها دي. هتعملي شويه كفته والله العظيم، بصوا يعني احلى من بتاعه المطاعم. وكفته بورسعيدي، يعني البورسعيديه كلها طبعا اكيد عارفين الكفته الجمبري وجمالها عامله ازاي. بس بتفضلي بقى تاخدي شويه بشويه الرز كده، وتفضلي تعجني فيها لغاية ما الرز بتاعك طبعا يكون خالص. انا زي ما قلت لكم انا ظابطه المقادير بتاعتي، يعني إيه لو يعني بالتكه بالظبط باذن الله. فكل الرز ده طبعا انا هاخده، يعني هاخده هحطه في العجينه معايا يعني. طبعا انتي وانتي بتعجني كده يعني ايه، هتحسي طبعا اللي انا بقوله، يعني اللي انا الرز هيتحط كله ليه، لان كل ما بتعجني بتحسي اللي هي لسه ايه طريه كده وايه وناعمه كده معاكي شويه، لا لازم تزودي لها علشان تبقى متماسكه، عشان ما تفكش معاكي. خدي بالك ما تستكتريش الرز وتقولي لا ده الرز كتير ومش عارف ايه، لا خليكي بالمقادير بالظبط علشان الكفته ما تفكش معاكي. خلاص، انا كده حطيت كل مقدار الرز بتاعي، ولازم طبعا تعجني كويس لغاية ما الرز ايه تجانس مع الجمبري والحاجات اللي احنا خلطناها في الاول. بس كده يا حبايبي اهي ما شاء الله. بصوا هنسيبها بقى ايه، انا هسيبها عندي في التلاجة، وان شاء الله بامر الله الصبح هقوم اجهزها بقى ايه، اصبعها واعمل لها الصلصة بتاعتها واظبطها بامر الله. فخليكم معايا لنهاية الفيديو، محدش يروح في اي حتة. حطي لايك واعملي سبسكرايب للقناة، وخليكم معايا باذن الله. هتحطيها على رف التلاجة، وتغطيها، يعني لازم تغطيها طبعا، مش هتحطيها على رف التلاجة الا لما تغطيها. بصوا بقى يا حبايبي، هنا بقى كنت خلاص الصبح بقى صحيت اقول لكم بقى صباح الخير. هصبع بقى الكفته زي ما انتم شايفين معايا هنا في البوله دي زيت. ماشي، هندهن طبعا ايدك بيها كده علشان تصبعي الكفته بتاعتك. بتحاولي بقى ايه انك تعملي ايه الصوابع كده ايه، يعني متساويه يعني شويه، وما تكونش مقلبظه قوي. لفها سهل وبسيط خالص والله، ما فيهوش اي حاجه. بس الاساسي لازم طبعا ايديكي تكون دهناها الزيت، يعني ايه تعكي ايدك كده بالزيت. بصي الصابع يعني جميل ازاي، سهله وبسيطه خالص والله يا جماعه، ما فيهاش اي افتكاسه خالص. يعني اي بنوته كده او عروسه كده جديده هتعملها بكل سهوله. هخليكي تعمليها وتبهري بيها الناس، وتدوقيهم كده وتقولوا لهم بقى ايه رايكم في الطعم بقى في كفته الجمبري البورسعيدي دي. بصوا حاجه كده عظمه، اللهم بارك، يعني حاجه جميله جدا جدا. والطعم بتاعها بيبقى حكايه بقى مع شويه رز ابيض، بيبقى ايه جميل ما شاء الله. ماشي، هنصبع بقى بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. تمام،
طبعا بترصي بقى في الصواني، يعني ايه بتصبعي وبترصي في الصواني كده زي ما انتوا شايفين. تمام. اهو يا حبايبي بصوا انا كده ايه، الصينيه دي اول صينيه انا صبعتها اهي زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى كميه العجينه اللي معايا بنفس ذات الطريقه، وبعد كده هنرجع مع بعض بقى على خطوه اللي احنا هنحمرها باذن الله على الزيت. تمام. خليكم ان شاء الله معايا لنهايه الفيديو. بصوا الخطوه اللي بعد كده، هتجيبي بقى ايه مقلايه كده وتحطي فيها زيت، واول ما تبدا الزيت يسخن معاكي هتبداي تنزلي بالصوابع الكفته كده في المقلايه طبعا علشان نحمرها. بصوا البورسعيديه بيحمروها، يعني بيحمروها وبيحطوها، هنعمل لها صلصه كده طماطم. في ناس يعني ما بيحمروهاش، بيصبعوها زي ما انتوا شايفين كده، وبيجهزوا الصلصه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي ويحطوا فيها الكفتة على طول. بس الطريقة الأصلية البورسعيدية على أصولها زي ما أنا بقول لكم كده بالظبط. بتحمري الأول الكفتة في الزيت كده، وبعد كده هنعمل لها مع بعض الصلصة بتاعتها. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بتحمريها بس ما تخليهاش تغمق منك، يعني تحمريها بس تاخد اللون الذهبي. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هكمل بقى الكمية بنفس الطريقة. بصوا بقى حبايبي الخطوة اللي بعد كده، هنجيب حلة بقى ايه ونحط فيها الزيت، ونكون مجهزين معانا يعني معلقتين توم كده ومعلقتين من الكزبرة. هتبدأي تشوحي التوم كده زي ما انتوا شايفين، وهتكوني محضرة كيلو من الطماطم، تكوني عصراه كويس جدا في الخلاط. وتروحي نازله بقى ايه بالطماطم بتاعتك زي ما انتي شايفه كده يا حبايبي. خلاص بعد ما انا عصرت بقى كيلو طماطم وحطيته، هنزل بقى ببهاراتي ملح فلفل كمون كزبره شطه، وهنبدا نقلبها كده زي ما انتوا شايفين. واول ما هتاخد الغلوتين كده معانا، هنبدا اللي احنا ننزل بالكفته بتاعتنا دي زي ما انتوا شايفين. هتاخد بس غلوه يعني، بصوا اهي. بصوا اول ما تبدأ تغلي كده نسمي بالله كده، وننزل بالكفتة بتاعتنا كلها فيها كده زي ما انتوا شايفين. علشان طبعا لازم الكفتة تاخد غلوة مع الطماطم، علشان تاخد تقط كده من الطعم بتاع الطماطم. تمام. الكمية هي انا نزلت بيها كلها. هسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بالظبط ربع ساعة، عشان بس ايه الطماطم مع الكفتة كده مع بعض كده ايه ياخدوا كده ايه تجانسوا كده مع بعض. وبعد كده بقى بتقدميها بقى جنب رز ابيض كده، بتبقى حاجة كده عظمة. هوريها لكم طبعا في نهاية الفيديو. بصوا بقى حبايبي كده الكفتة خلاص بتاعتي اهي خلصت. بصي ما شاء الله حاجة كده جميلة، دي الصلصة بتاعتها. وطبعا بتعملي جنبها رز ابيض كده، بتاكليه بيها حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم الطعم والريحة حكاية. بصوا ما شاء الله انا عايزه اوريها لكم من جوه، من شكلها يعني من جوه عامله ازاي. بصوا شايفين ما شاء الله حاجه كده ايه، شغل فاخر من الاخر. يا رب كده يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم. جربوها بنفس التكات والحركات، هتطلع معاكم شويه كفته عجب. والطعم بقى ايه حكايه. زي ما قلت لكم جنبها كده شويه الرز كده، انا بحب والله العظيم. بصوا الاكتريه بحب اكلها كده بالشوكه كده مع الصلصه، بتبقى الطعم ما شاء الله حلو جدا. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بقى في الكومنتات الجميله واللايك والسبسكرايب للقناه. ربنا يا رب يحفظكم جميعا يا رب، واسيبكم في رعايه الله وحفظه.